كلنا حنا كاع في وسط الناس كلنا نقول من لا ما حنا ما عجبتناش الشريعه الاسلاميه، ما عجبتكش راك ليه، ولكن ما تديش البلاد كلها معك، ما تديش البلاد كلها معك لانك لا تعرف الى اين تاخذها. اذا لم يبقى الاسلام وجود فما معنى البيعه؟ لا معنى لها، معنى ذلك ان هذه الدوله كلها من اصلها لا معنى لها عندهم، ماضون في تنقيه بين قوسين القانون المغربي من اي شيء له علاقه بالدين. على الحقيقه ديال الغرب وبانهم قاصدين يشتتونا حنا كمسلمين، ما فيهاش تخرشيش، ما فيهاش، حيت الغيره اللي عندهم من الاسلام ديالنا النهار الكبير عندهم هو نهار حنا نسمحوا في الاسلام ديالنا وبقاو يضحكوا علينا، يقولوا لنا ما بقيتوا مسلمين ما رجعتوا غربيين، وبداو يضحكوا علينا. مشات لنا الهويه ديالنا، مشات التقاليد، الاعراف، الوجود ديالنا غادي يمشي غادي يسمحوا فيه. ولم يبقى إلا الأسرة في حده الأدنى تشبث المغاربة بهذا الأمر، والذي لا يسمحون أبدا أن تزحزح الشريعة حتى من مسألة الأسرة، فإنه إن وقع ذلك وقعت فتنة عظمى، ولا يمكن بعد ذلك الحديث عن الأسرة ولا عن الإسلام ولا عن أي شيء. ما الذي يجابه الآن؟ ما الذي يكون نوع ممانعة مع هذه التعديلات التي يمكن أن تطال آخر معقل من معاقل التشريعات الإسلامية وهي مدونة الأسرة؟ الآن اللي كيدافعوا على المدونة بهذا الشكل العلماني هما في نفس الوقت اللي كيدافعوا على الحرية الفردية. وشنو الرابط بيناتهم بجوج؟ الرابط بيناتهم بجوج وهو أن المدونة سوف تقضي على الزواج، والاقتراح البديل اللي جايبين هادو وهو الحرية الفردية، لأنه هما ملي كيتكلموا على المدونة ديال 2004 راه عندهم المعطيات، عندهم الدراسات والأرقام أن الزواج تراجع وأن الطلاق انتشر، فما هو البديل؟ البديل هو الحرية الفردية. يقول المثل: كيف يستقيم الفرع والأصل أعوج. راه الأصل اللي عوج وهو هذه القوانين التي كان من المفروض فيها أن تقنن وتحافظ وتسرع بوتيرة تسهيل الزواج وتعقيد كل المصارف الأخرى التي يفرغ فيها الشباب والفتيات شهواتهم. احنا كنشوفوا العكس. الكلام الآن عن تغيير مدونة الأسرة، حين نتكلم عن هذا معناه تغيير قوانين لها مساس بالمسلمين في هذا البلد كلهم. أنتم الآن في موعد مع التاريخ، احذروا أن ترهنوا أجيالا من المغاربة بما يخالف شرع الله عز وجل.